الخليج ولع، وزي ما بيقولوا يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. بس المرة دي الحقيقة طلعت مرعبة ومذلة لترامب اللي غرق في شبر مية قدام إيران. الحكاية بدأت لما ترامب عمل هيصة ومؤتمرات لعملية سماها مشروع الحرية عشان يفتح مضيق هرمز بالقوة. بس الخطة فرقعت في أقل من 48 ساعة، والكل بقى بيضحك عليه. السفن اللي كانت ماشية في حماية المدمرات الأمريكية اتضربت بدم بارد، وترامب لقى نفسه عاجز يرد أو حتى يحمي قواعده اللي اتهرست من الدرونات. التقارير المسربة فجرت فضيحة عسكرية. 16 قاعدة أمريكية في الخليج اتهدمت، و228 مبنى عسكري بقوا تراب، وكأن القواعد دي ملهاش صاحب يدافع عنها، والدفاعات كانت بره الخدمة. ترامب دلوقتي بيفلفص وعايز يهرب بأي شكل، وبعت لإيران وثيقة استسلام من صفحة واحدة بتنص على وقف الحرب فوراً وفتح المضيق بشروط طهران ورفع كل العقوبات وإطلاق سراح 133 مليار دولار. بالبلدي كده ترامب ركب إيران على المنطقة، وبيرجع ينفذ اتفاق أوباما النووي بس بصورة مهينة لواشنطن وبشروط إيرانية بحتة. وفي وسط الهرجلة دي الكل في الخليج بقى بيردد حكمة الرئيس مبارك الشهيرة: المتغطي بالأمريكان عريان. لأن أمريكا بتهرب من الصراع وبتسيب حلفائها في وش المدفع. إيران دلوقتي بتأسس هيئة المضيق زي قناة السويس كده عشان تفرض أتوات ورسوم على السفن، والصين قاعدة مزقططة وفرحانة بالإذلال اللي بيتعرض له ترامب في مياه هرمز. حتى المواطن الأمريكي بيلبس في الحيط، لأن جالون البنزين كسر $4.5، والمضيق لسه مقفول زي الحيطة ومحتاج شهور عشان ينضف من الألغام. تفتكروا دي نهاية أسطورة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، ولا الورقة الواحدة هي اللي هتنقذ ما تبقى من ماء وجه ترامب؟